سجلي عندك الرمضان غادي ينفعك بزاف. ريب منزلي بدون طنجرة الضغط ولا مواد مخدرة، كيجي عاقد ولذيذ، والأهم سهولته في التحضير. فأول حاجة كناخد برباية، طبعا كنغسلها وكنقشرها وكنحكها رقيق مباشرة، كنفرغها في كاسرونة، كنزيد عليها نص سيترون من الحليب مع 4 المعالق كبار من السكر، كنحرك وكنحط الكاسرونة فوق النار. في هذا الأثناء كناخد بول وكنفرغ فيه نص سيترون من الحليب آخر مع علبة من الياغورت بطعم الفانيلا يكون عاقد ماشي كريمي، مع كيس من الفانيلا، وبالفوي كنخلط مزيان. ودابا ندوز للحليب، كيف كتشوفوا كنخليه حتى كطلع فيه الغليه وكنحيدو، كنصفيه من البربه وكنفرغوه فوق من داك الحليب البارد. ضروري حنا كنفرغو وكنحركو، ضروري من هاد العمليه باش ما نحرقوش البكتيريا اللي كتخمر لينا الريب. ومباشره كنفرغ الريب ديالي في كؤوس وكنعمر الصينيه بالماء اللي يكون غليان، كنغطيه بورق الطهي وايضا غطايه او مانطا، وكنخليه في بلاصه اللي تكون دافيه مده 6 سوايع، وهكذا كيكون الشكل ديالو. من بعد ما مرات 6 سوايع مازال ما دخلتو للثلاجه. شوفوا ما شاء الله كيفاش عاقد، واخا كنقلبو كيبقى في بلاصتو ما كيتفرغ ما والو. ضروري كندخلوه للثلاجه باش يزيد يعقد مده 15 دقيقه. كنتمنى اقتراح اليوم عجبكم وتجربوا الوصفه، وبالصحه والراحه.